تسأل شنو هي الأسباب اللي وراء الإقصاء ديال المنتخب الوطني المغربي والانحياز ديال الحكام ضده في المقابلات ديال فرنسا، وخصوصا موراها من بعد كرواتيا أيضا. وحتى في اللقاء ديال كندا شفنا واحد الهدف صحيح ديال النصيري وترفض. المهم هذاك ما كانش مؤثر، ولكن اللقاءين ديال فرنسا وديال كرواتيا كانوا أخطاء تحكيمية فادحة. بالحق بغيت نصحح هاد العبارة، هادو راه ماشي أخطاء. اللي بغيت نقول لكم وراء الإقصاء ديال المغرب هو منظمة اللي كتزعم هاد المؤسسة ديال الفيفا، وهي الشركات ديال المراهنات العالمية والشركات ديال الرعاة الرسميين للتظاهرات الكبرى الرياضية. وكل شيء كيعرف بأن العالم ديال الرهانات كيضخ الملايير بل البلايير ديال الدولارات على المؤسسة ديال الفيفا. ففي هاد كاس العالم ديال قطر شركة وحدة ديال الرهانات ضخات ما قدره 160 مليون يورو. هذه شركة وحدة. بالله عليكم اشنو غادي يسوق المغرب الى داز للنهائي؟ ما عنده، ما غادي يسوق، وما غاديش تكون رهانات، وما غاديش تكون الشركات ديال الرعاة. وهذا الشيء اللي غادي تشوفوا معايا في هذا الروبورتاج اللي غادي نخلي لكم من مور الفيديو ديالي باش تزيدوا تاكدوا من الهضره اللي كنقول لكم. اذا الشركه ديال الرهانات كتحكم في بزاف ديال الامور، وكتحكم حتى في الشعوب، المصير ديال الدول باكملها. واحد النهائي كنعقل عليه كان في النهائيات ديال عصبه الابطال الاسيويه، كانت لعبه واحد الفرقه من اوزبكستان مع الهلال السعودي. وكل شيء راكم عارفين الخليجيين، كل شيء راهن على الهلال السعودي باللي هي اللي غادي تدي داك النهائي. ولكن كل شيء ما كانش كيتوقع انه الحكم غادي ينحاز للفريق الاوزبكي وغادي يفوز بعصبة الابطال الاسيويه. ولا قلبتوا عليها غادي تلقاوها. من مور هادشي نفكركم في واحد الحاجه اللي هي قريبه، اللي هي الترشيحات ديال كاس العالم اللي كانت تنظم في افريقيا، اللي كانت فيها جنوب افريقيا مع المغرب. من مور ما حيدوا بلاطير والاعترافات ديالهم بانه المغرب كانت غالبه بجوج ديال الاصوات كفارق بينها وبين جنوب افريقيا، ولكن الكواليس والشركات ديال الرعايه دوروا الفلوس وما عليهم غير غادي يبدلوا الاسم ديال الدوله الفائزه وانه انها جنوب افريقيا. اذا هذا الشيء ما يخليناش اننا غادي نتسائلوا علاش وحتى المغرب وعنده نفوذ وعنده. ولكن واحد التساؤل اخر، شكون اللي كيحكم في الرأسمالية العالمية؟ كيحكمش فيها المغرب. كاينه دول عظمى وشركات قائمة بذاتها. نهار غادي تكون المغرب كتمتلك الرأسمالية ولا من بين الدول اللي كتمتلك الرأسمالية، ديك الساعات غادي نشوفوا باللي الحكام كينحازوا مع المغرب ماشي ضد المغرب. خليكم مع هذا الروبورتاج ديالي، وما تنسوش تخليو ابوني وتفاعل مع الفيديو. لو كنا وصلنا للفينال، هل كنا بالفعل من الممكن أن نصعد إلى منصة الذهب ونعانق أغلى كأس في العالم وهو كأس العالم؟ أغلى كأس وهو كأس العالم؟ شوف، طبعا لو من عمل الشيطان ان انت تقول ولو افتراضية. لا، انا هقول لك على حاجه. نستبعدها، نقول هل كان في الإمكان؟ بص، انا هقول لك على حاجه اللي احسن من كده. انا بالنسبه لي قبل ماتش فرنسا بطل كاس العالم الحقيقي 2022 هو منتخب المغرب. وانت قلت في الحلقة اللي فاتت تعظيم سلام للمنتخب المغربي لو أنهوا كأس العالم. تعظيم سلام، مليون تعظيم سلام لمنتخب المغرب. طبعا. مليون تعظيم سلام. اللي عملته المغرب ده ضرب من ضروب الخيال. المغرب هي، انا بالنسبه لي كعربي وكراجل محلل وناقد رياضي، ياسين بونو هو دلوقتي حتى لو ما صعدوش لمنصه التتويج وما خدوش المركز الثالث، هو دلوقتي انا اتمنى ان يبقى في حفله وفوزي لقجع يجيب نسخه حتى لو مقلده من كاس العالم، يديها يسلمها لياسين بونو ويرفعها كده قدام 100,000 متفرج ولا 90,000 متفرج في مركب محمد الخامس ولا في اي ملعب، تكون الجماهير العربيه حاضره وشايفاه. لان دول فعلا هم دول الابطال الحقيقيين، دول الرجاله اللي جابوها بجهدهم وبعرقهم، وكانوا قريبين جدا من يوصلوا المباراه النهائيه. ولو وصلوا المباراه النهائيه ولعبوا الارجنتين وفي عدل يا كولينا، لو في عدل مفيش الظلم والجريمه اللي حصلت في حق المنتخب المغربي، المغرب كان ممكن تبقى بطله كاس العالم. ودي وقتها كان شوف هتعمل ايه في الرعاة، وشوف هتعمل ايه في الناس اللي دافعه ملايين والجماعه بتوع المراهنات كلام كبير جدا. لحظة. اصل الموضوع الدنيا مش سهله يعني. لا لا لا، انت فتحت جزئيه كبيره.
قصة المراهنات والقصص لا، مش الكبيرة عايزين اللي في ندخل الغرف في الحاجات المغلقة ديت. مش عايزين نفتحها، ولكن من الممكن عزيزي المتابع، مش من الممكن، خليني أؤكد ومش هكذب ان دي لعبة كانت ضحيتها لا بص لا برضه احنا مش عايزين، عشان ايه احنا مش بنتكلم برضه على حاجات ان انت معاك دلائل وسندات عشان مش تحبسنا انت بعد نهايه الحلقه وتستفنا. عشان كده انا احنا بنقول توقعاته من خلال رؤيه يا عم عصام. بالظبط من خلال رؤيه. لا انا لما بقول ان في ظلم، راي، هو في راي، ده احساس ان في ظلم، وفعلا رئيس الحكم فرنسا اخطا. اعترف بده. لكن انا مش هقدر مثلا ادخل في ذمه الحكم واقول ان الحكم مثلا تم حد دفع له. لا ما في ذمة الحكم. لا ما قلناش حد دفع له ولا حد عايز النقطه اللي بوضحها برضو عشان نبقى ناس صحيح. عقلانيين وما نضحكش على صح. عقول الناس على ونلعب بعاطفه الناس. اللي احنا انا بقول لك انا احساسي يا عم عصام ان في ظلم والحكم ظلم المغرب. ربما الحكم إيه؟ لا مجال عن الاحساس، انت شفت بعينك واقع وكل العالم شافها. لا انا اقصد ايه، انا اقصد حته التعمد ان الحكم ربما اخطا وفي النهايه هو بشر. لكن انا بقول ان المنطق كان بيقول والعقل كان بيقول انه لازم يرجع لتقنيه الفار. صحيح. ابسط حاجه ان صحيح. انت تنقى بنفسك عن اي كلام احنا بنقوله دلوقتي. انما انت دلوقتي انت ظلمت شعب وظلمت امه وضيعت حلم ملايين الناس ان باصرارك وعنادك. فلازم رئيس لجنه الحكام لازم يتكلم ويجي عم عصام لاي حكم طيب. يقول له ما تعاندش وما تكبرش. بص يعني استاذ محمد طبعا حبيبنا وراجل يعني بصراحه شرف لي ان اكون موجود معاه في ده احنا اللي نتشرف بيك. اتشرفت بيك ده انت نجم الحلقه النهارده، احنا سنيده معاك بس. لا بالعكس. لا عشان نحط الامور في نصابها. انت عريس الليله اعتبروني انا الصغير. لا ده انت الكبير على راسنا. الله يكرمك. شوف هو في نقطه مهمه جدا، خلينا نكون